بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنعمل معاكم النهارده حاجة سهلة وجميلة خالص من مكونات جميلة ممكن تكون موجودة عندنا في البيت او ممكن نشتري بعض منها من بره. هنعمل بودرة السحلب او يعني صنع مسحوق السحلب ده اللي احنا بنعمله، يعني هنصنع البودرة نفسها يا جماعة. ازاي نعملها في البيت بنظافة وسهولة كده وتوفر معانا. هنبدأ مع بعض بالمكونات. كوباية دقيق رز يا جماعة، أو تشتريها أو تعمليها في البيت، ونص كوباية لبن بودرة، ونص كوباية كريم شانتيه، ونص كوباية نشا. أو تخلي المقادير متساوية لو انتي إمكانياتك تعملي مقادير متساوية، بس احنا بنخلي الرز مسحوق الرز ومطحون الرز يكون كتير شوية، بحيث يعني يوفر معانا كده. وطبعا المكسرات دي زي ما انت عايزة، المكسرات زي ما انت عايزة. أنا حطيت سوداني وجوز الهند وزبيب، إمكانياتك أكتر من كده حطي. طبعا الرز بنجيبه يا جماعه نغسله كويس جدا وننقعه حوالي ساعه او ساعتين لحد ما تحس ان هو ابيض، وتنشفيه كويس وتطحنيه. لو غسلتيه ونشفتيه على طول مش هيديكي قوام البودره اللي انت عايزاه. دي تكه مهمه، تنقعيه شويه، تنقعيه لما يبيض حوالي ساعتين، وانشفه خالص خالص يومين ثلاثه كده واطحنه. بس هعمل ايه؟ هقلب كل المكونات على بعض. دي الرز بتاعي او مطحون الرز واللبن البودره والكريم شانتيه والنشا. عايزه تحطي مقادير متساويه حطي، مفيش اي مشكله، كلها هتخليه حاجات زي الفل. وفانيليا ومعلقتين سمسم. طيب وحطيت المكسرات. السمسم يا جماعه اخر حاجه خالص، اخر مكون معانا، والفانيليا هي معانا. السمسم بقى يا جماعه هتحمري معلقتين سمسم من غير اي دهون خالص، تهدي النار عليهم وتحمري فيهم لما يدوكي القوام المظبوط ده. والمكسرات برضو اقلبها فيه كده. قلبت كل حاجه مع بعض اهو. نعيد عليكم الكلام تاني: الرز المطحون مع النشا مع الكريم شانتيه مع اللبن البودر مع الفانيليا ومعلقتين السمسم اكون محمصاهم واحطهم معاكم زي ما انتم شايفين اهو. حمصتهم وزي الفل، معاهم معلقتين السمسم او 3 معالق كبار، وحمصهم من غير دهون خالص لما ينشفوا يبقوا حلوين كده وبردهم. واروح بقى حطاهم على مش عايزه اقول لكم والله طعمها كان عامل ازاي، والريحه والجمال والقوام. والله يمكن احسن من اللي بتيجي من بره، كمان احسن من بودره السحلب اللي بتيجي من بره. سهله وبسيطه، ما خدش حاجه. يعني انا جبت ب 10 جنيه لبن بودره، وب 10 جنيه كريم شانتيه، وب 5 جنيه نشا، وكوبايه الرز من عندي، والمكسرات من عندي، والسمسم طبعا انا كان عندي سمسم برضو. ودي شكلها النهائي يا جماعه جميله جدا وزي الفل وموفره. اتمنى يا حبيبي يكون عجبكم وتجربوها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.